ومن أعظم مفاتيح الفرج كثرة الاستغفار، فإن لذلك بالغ الأثر في إزالة الأكدار وإزاحة الأخطار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال بعض السلف: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. ذلك أن الاستغفار هو الماء الذي تغسل به القلوب فتتطهر من أوساخ الذنوب، وعندها تزول الكروب. والواقع يشهد أنه كم من أناس اشتدت عليهم أمور وضاقت عليهم أحوال فلازموا الاستغفار وفتحت عليهم المغاليق وكانت النتائج مذهلة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أعيته المسائل واستصعبت عليه الأمور يكثر من الاستغفار، فيستغفر الله 1000 مرة أو أكثر أو أقل فيفتح عليه. فالاستغفار يا عباد الله يفتح الأقفال ويصلح الأحوال ويشرح البال ويجلب المال. وفي الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.